مشاهدينا الكرام اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم الى توقعات احوال الطقس. فيما يخص حاله الطقس لنهار اليوم بحول الله تحسن في الوضعيه الجويه، سيميز الجهه الشماليه الشرقيه والوسطى خلال الصبيحه بعد الغيوم الجزئيه سنسجلها على كل المدن الساحليه للوطن وتمتد بالنسبه للمرتفعات، ولكن هذه الغيوم ان شاء الله ستتلاشى تدريجيا، تصبح الاجواء على اغلب الولايات الشماليه صافيه على العموم، يعني ستكون من مغشاه جزئيا الى صافيه على العموم، عكس تقريبا الجهة الجنوبية أين سنسجل فيها أجواء مشمسة وصافية. بالنسبة لدرجات الحرارة دائما ستبقى منخفضة، ولكن ستعرف نوعا ما ارتفاع طفيف بالنسبة للجهة الجنوبية الغربية، يعني ما بين بشر حتى تندوف أين ستتراوح ما بين 30 حتى 39 درجة، 28 بمنطقة الواحات، 36 بالهوغر والتاسيلي. بالنسبة لأعلى مقياس سنسجله بعين قزم يقدر ب 40 درجة، 39 ما بين أضرار عين صالح. أما الجهة الشمالية على المدن الساحلية تتراوح فيها ما بين 24 حتى 26 درجة، أحيانا تصل إلى 27 خاصة على السواحل الغربية للوطن، ولكن على المرتفعات والمدن الداخلية القرب من السواحل درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 20 حتى 25 26 درجة. بالنسبة لحالة الطقس خلال الأمسيات تقريبا اضطراب جوي كما قلنا يعني في نشراتنا السابقة، اضطراب جوي آخر جديد سيبقى ولكن ضعيف نسبيا. كمية الأمطار محتمل تساقطها لا تفوق 15 ملم محليا، ستميز بالدرجة الأولى الجهة الشمالية الشرقية خاصة الساحلية منها، ستتشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة التي ستؤدي إلى تساقط بعض القطرات خاصة على المناطق الداخلية الشرقية للوطن. هذا الاضطراب من المحتمل أن يمتد نحو الوسطى مع أواخر ليلة اليوم إن شاء الله، بينما الأجواء ستبقى من ملبدة إلى صافية على العموم على السواحل الغربية وصولا بالمدن الداخلية. الجهة الجنوبية إن شاء الله على الجهة الجنوبية الغربية الأجواء فيها ستبقى نوعا ما غائمة جزئيا، ستكون أكثر كثافة على بشار بداية من ليلة اليوم إن شاء الله، ستؤدي إلى تساقط بعض القطرات ولكن ستبقى خفيفا نوعا ما عكس باقي الولايات الجنوبية وسط الصحراء، وتمتد نحو الجهة الجنوبية الشرقية كذلك أقصى الجنوب. الصفاء سيعم تقريبا أغلب الولايات. بالنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله ستبقى منخفضة على مقياس سنسجله سيكون بأقصى الجنوب يقدر ب 23 درجة، على شمال الصحراء كذلك وسط الصحراء لا تفوق 19 درجة، 22 على تندوف، وسنسجل 16 درجة بالهوغر والتاسيلي. الجهة الشمالية إن شاء الله المدن الساحلية لا تفوق 13 درجة، 6 درجات كأدنى مقياس ببتنا، و7 درجات سنسجلها بالبيض كذلك أنعامة. أما المدن الداخلية نوعا ما القرب من السواحل ستصل أحيانا فيها درجات الحرارة إلى 15. بالنسبة للبحر إن شاء الله تقريبا سيبقى هادئ خاصة مع الظهيرة على طول الشريط الساحلي. سرعة الرياح فيه تتراوح ما بين 15 حتى 20 كم في الساعة، ولكن اتجاه الرياح سيبقى في مختلف الاتجاهات، يعني سيكون جنوبي غربي إلى شمالي غربي على طول الشريط الساحلي. بالملاحة والصيد البحري وصلنا إلى نهاية النشرة الجوية لنهار اليوم. نترككم مع المعلومات الفلكية لغروب الشمس. الغروب بإذن الله سيكون على الساعة 6:12 بالجزائر العاصمة وضواحيها. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.